الذي ضحى من أجل الدفاع عن وطنه الغالي مصر ضد العدو الغاشم الذي دائما ما يحاول النيل من مصرنا الحبيبة. لكن الجيش المصري الصامد خير أجناد الأرض، الصامد للدفاع عن أرض الوطن الغالي، والذي ضرب أروع مثل بالوقوف والثبات أمام هذا الاعتداء. في الساعة 2 ظهرا في 10 من رمضان يوم 6 من أكتوبر عام 43 ليكتب آيات النصر ويدق أركان جيش الاحتلال، تصحبه تهليلات شعب كامل بالأغاني والأشعار. ونحن أمة اشتهرنا بروعة الكلمة ورقي الشعر وأبدعنا في جودته، واستمر الشعر على مر الزمان يعبر عن الحالة التي يعيشها الوطن: الحب، الفراق، الحرب، السلام، الفرح والحزن، ويصف ويجسد أهم الأحداث. لذلك فاليوم وتحت رعاية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وباستضافة مكتبة مصر العامة بالمنصورة تحت إدارة الدكتورة رباب عبد المؤمن، سنصحبكم اليوم في جولة احتفالية أصحابها فرسان الكلمة. والآن انتهزوا بغنائهم نشيدا أبهجوا، وإن أتوا بغنائهم نشيجا أبكوا. إن كلماتهم وألحانهم تحرضكم على محبة هذا الصوت الجميل وترمي بك جذور الانتماء. ستجد نفسك تتغنى معهم وتصفق لهم. إنهم فريق كورال مكتبة مصر العامة بقيادة الفنان محمد الفقي. عذرا أفضل فني. أعتذر لحضرتك.